ده كده كان فطاري النهاردة. قلت اعمل تغيير جذري بقى بما ان النهاردة يوم الاجازة. وبعد كده دخلت بقى زي ما انتوا شايفين كده، عملت حطيت الغسيل في الغسالة. آه بصوا بقى، انا هنا بوريكوا ان الناس، يعني من صحابي اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتي بتقولي انتي بتحطي غسيل كتير قوي. لا بصوا، انا سايبه مسافه اهو. بصوا، ودخلت بقى رحت عملت للاولاد ولباباهم كده بيض وجبنه كده، قلت يفطروا حاجه خفيفه كده في السريع، عشان طبعا انتوا عارفين بقى يوم الجمعه بيبقى عامل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا بدأت سريعا بقى في حبة حاجات انا عارفة، وبعدين جايه بقول لكم المقدمة هنا بقى. ليه بقول لكم المقدمة هنا؟ عشان المقطع ده كان طويل شوية او مازال طويل شوية، وهو بيحكي عن نفسه. يعني انا بعد ما عملت الفطار دخلت بقى كده على المطبخ. فضيت غسلت الاطباق كده، وعلشان ارص فيها اي حاجه تطلع، لان النهارده يوم المحشي. انا عملت محشي، فانتوا عارفين بقى المحشي بيطلع مواعين كتير. ففضيت بقى كده الغساله، وابتديت ان انا ارص اي حاجه فيها عايزه تترص. تمام. وفضلت بقى ايه، يعني عارفين اي حاجه عاوزه تتنضف في المطبخ انا نضفتها، عشان اول ما اجي اقف اعمل الاكل يكون البيت زي الفل، او يكون يعني المطبخ زي الفل، عشان اعرف اشتغل في الاكل. تمام. وعايزه اقول لكم بقى ان انا اول ما صحيت، يعني لازم كده انتي صحيتي لازم تغيري لبس النوم عشان تحسي بقى بالنشاط كده. فاهميني؟ بعد كده ما تعملي الروتين بتاعك كده، وتصلي، ما تقعديش باللبس اللي انتي كنت نايمه بيه. لا، النوم ليه لبس، وان انتي خلاص صحيتي خلاص تغيري بقى لبسك علشان تبدأي يومك بنشاط، طبعا بعد ما تفتحي شبابيكك وتشغلي قرآن والكلام ده. بصوا بقى المطبخ خليته فل شمعة منورة، شايفين؟ وغيرت كده، نزلت العجان من فوق التلاجة، حطيته على الوحدة كده زي ما انتوا شايفينها، لان بصراحة لما بحتاجه بكسل اجيبه. وطلعت بقى كده، كان في حبة كرنب كده او كيس كرنب صغير عندي في الديب، ولقيت كمان اكياس الصلصة دي انا كنت مجهزاها للمحشي من رمضان يا جماعة. كنت اصلا عاملاها رمضان، وده كان اخر كيس عندي، على اساس ان انا قلت لما ارجع من الشغل ممكن الولاد يطلبوا محشي، اروح عاملاه لهم قوام يعني، وصيام وكده. المهم دخلت بقى، كانت الغسالة قبل ما ابدأ في الاكل الغسالة خلصت، فقلت لما ادخل انشر علشان الغسيل ما يعملش ريحة. انتوا عارفين احنا في الصيف يعني. بصوا بقى غلاوة، ده رز مش احسن حاجة، فانا ده جايبه للمحشي. ده الرزاية فيه تحس ان هي مكسرة سيكة كده، فدوت انا جايباه للمحشي. تمام. زي ما انتوا شايفين بقى، انا ايه، رغم ان انا عندي كيس الطماطم ده فيه كل حاجة حتى بالخضرة بتاعته، ولكن انا عملت تاني بصل. بصوا، انا بصل ومقطعه فلفل كده. تمام. وهتشوفوا دلوقتي هعمل فيهم ايه. بس انا لقيت العلبة بتاعه الرز دي فضيت، فجبت كيس كده رحت فضيته فيها. على فكرة انا بحب اجيب الشكارة 10 كيلو دي، او الشكارة 25 كيلو، ما بحبش ابدا اجيب اكياس الكيلو كيلو دي. شايفين بقى البصل اهو يا جماعة مفرزاه. اما الفلفل ده فلفل حراق، قلت كده شطشط لهم المحشي كده شوية. والحمد لله بنوتي كلت وما حستش بالشطة. هو انا وابني عادي بناكله بالشطة، وبرضو بابانا عادي، انما البنوتة الصغيرة انا كنت قلقانة عليها، بس الحمد لله ما طلعش مشطشط الكمية اللي انا عملتها دي، لان اصلا ما شاء الله اللهم بارك كمية المحشي كبيرة. يعني احنا اكلنا منه كده النهاردة، ولسه كمان هناكل منه بكرة. بصوا بقى، شوحت بصل تاني. هو كده يعني، انا معرفش اعمل غير كده صراحة. مهما كان الصلصة عاملة فيها بصل، لا لازم اعمل بصل جديد في المحشي.
حطيت كده الفلفل عليها وابتدي ان انا اشوحهم. لو وصلتي معايا لحد هنا يبقى الفيديو بتاعي عجبك، من فضلك حطي اللايك بتاعي واشتركي في القناة. هنا بقى حطيت السكر وحطيت الملح وابتديت احط التوابل. طبعا انتي بتحطي التوابل اللي انتي عايزاها. في ناس بتستكفى بالكمون والكزبرة بس، اما بالنسبة لي انا بصراحة انا بحط توابل كتير. انا بحب التوابل يا جماعة، بحط توم باودر وبحط بصل باودر وبحط توابل محشي، بحط كمون، بحط كبابة صيني، بحط فلفل اسود، بحط قرفة. بصراحة انا بعشق التوابل، انا عاشقة للتوابل. وعلى فكرة الاكل ما بيطلعش طعم التوابل فيه باينة قوي، لا ده بتديله طعم لذيذ كده. لان زي ما قلتلكوا انا ما شاء الله عملت كمية محشي كبيرة. وطبعا انا يعني بعد ما قلت ان انا هكلم ولاد اختي بقى ييجوا يتغدوا معانا، فلقيت خلاص الامتحانات بتاعه الولد خلاص اهي مفيش وقت، فقلت ايه يعني ما اشغلهمش واخليها مرة تانية ان شاء الله يكون بوزي خلص امتحاناته، علشان بقى لو وراه درس ولا حاجة ما حبيتش ان انا ايه اشغله. وانا بصراحة هم وحشني، فنفسي ان انا اقعد معاهم وقت طويل. لو كانوا جولي النهاردة كانوا مش هيقعدوا ويروحوا بسرعة علشان خاطر كده ايه دروس بوزي. وطبعا انا ما كنتش هعرف اتكلم يعني. هنا بقى كنت عملت المحشي كده مع نفسي، وطبعا ولادي حبايبي شاركوني فيه. وحبة الكرنب كده طلعوا صغيرين قوي بصراحة، بعد ما كنت هعملهم لوحدهم لا يعني قلت مش محتاجة. هنا بقى علبة اللحمة المعلبة دي يا جماعة لحمة مستوية. دي يا دوبك بتتجاب تتحط في الحلة تتسخن بس، فاهميني. وهنا دي كانت شوربة عندي في الفريزر، فدي اللي هسقي بيها المحشي. على اساس بقى ان انا ايه يعني انا بشيل اكياس الشوربة كده علشان لو انا مش ناوية اعمل اي بروتين يبقى عندي هنا بوريكم الجوافة يا جماعة، اعمل لهم كمان عصير جوافة. بس فقرة العصير دي بقى ملحقتش اعملها لكم النهاردة، هنزلها لكم مثلا في فيديو شورتست او بس. بصوا بقى هنا كمان عاملة لسان عصفور كده متشوح، ده برضو عندي من رمضان، كنت مشوحاه علشان خاطر او يمكن اكون عملته بعد رمضان مش فاكرة. بصوا بقى بعد ما مليت غسلت الاطباق كده برضو كان طلع لي حبة مواعين. انا قلت ايه اسيب بقية الغسالة للمواعين بتاعة الغدا، وغسلت الشوية دول على ايدي. هنا بوريكم بقى انا مالية الغسالة اصلا مش باقي فيها غير حاجات بسيطة، قلت اسيبها للمواعين الغدا. بصوا يا جماعة انا مش بغسل المواعين، زي ما انتوا شفتوا كده شايفين الاطباق والصواني فيها بقايا اكل، بس مش البقايا اللي هي تعمل لي مشكلة في الغسالة يعني. هنا بقى خلاص ده اخر الفيديو. شوفوا كده انا بحب قوي البتنجان او الفلفل اعمله بالطريقة دي. كان الاكل خلاص استوى بصوا وهو سخن انا بعمل كده. عايزة اقول لكم ان في الصينية ده سمنة على زبدة. لو وصلتوا معايا لحد هنا هيعملوا ايه يا لولي؟ حطوا لايك واشتراك وفعل الجرس، بعمل كومنتات كتير او متنسوش اللايك. ماشي شكرا يا لولي. العفو يا بصي بقى بدي كده البتنجان تشويحه. وهنا ملحقتش اصور لكم الولاد عمالين ياخدوا الاكل على بره، مش